psychologist, counselor, psychotherapist, life coach, therapist. psychiatrist. مسميات كتير قوي ممكن تبقى بتلخبط، بس احنا الجلسة دي النهاردة عشان نفهم. ايه الفرق بقى؟ اشرحي لي من الاول كده خالص، رجعينا خطوتين ورا. ماشي. مين بيعمل ايه؟ وانا لو عايز ان انا اروح لاخصائي بروح لشخص عامل ازاي؟ ايه انواعهم؟ ماشي، تعالي نقسمهم. انا حاسه مبدئيا في كذا تقسيمه، هم. ممكن نمسك كده واحده واحده. اول تقسيمه هو انه في ثيرابيست، يعني في الجروب ثيرابي. الثيرابيست اللي صح. هو بيقود مجموعه، صح. سواء مجموعه بتمر بنفس الحاجه، بيتقابلوا وبيبداوا رحله العلاج بتاعتهم مع بعض. وبيبقى في موضوع مشترك، مثلا حاجة هيتعلموها او توبيك معين. بالظبط، ساعات بيبقى ليها موضوع مشترك، ساعات مش حاجه، يعني مش توبيك معين. مم. ايضا الجروب ثيرابي نفسه في انواع، يمكن اكون حتى انا عشان مش جروب ثيرابيست فمش مدركاها كلها. هم. ففي الثيرابيست اللي بيقود مجموعه، اللي هو صح. احنا الرحله العلاجيه بتبقى مجمعه. هم. في الثيرابيست اللي بيتعامل مع العائله، الفاميلي ثيرابيست. فاميلي ثيرابي. صح. عائله في بينها داينامكس، في بينها علاقات مضطربه، كوميونيكيشن ما بينهم مش احسن حاجه، البيت فيه مشاكل معينة مشاكل كده. معينه او كده، فدول بيروحوا يقعدوا كلهم العيلة مع نفس الشخص. مع نفس الشخص. أوكي. وطبعا ده الشخص ده بيكون يعني متدرب ودارس ده سبيسيفيكلي، اوكي، يعني مش ومتخصص اي حد في بيعمل الفاميلي فاميلي therapy. ثيرابي. بالظبط. اوكي. هم. في الثيرابيست اللي بيقعد مع كابلز، هم. سواء قبل الجواز او بعد الجواز، يعني كابلز كونسلنج او ماريج كونسلنج. وممكن يبقى حتى مش في جواز، يعني انا عارفه ناس كتيره بالظبط. ممكن تبقى لسه ما اتجوزتش بالظبط. وبيروحوا couples therapy. بالظبط. اوكي. وفي الحاجه الاخيره اللي هو الانديفيدوال، اللي هو وانا احنا بقى. اللي هو احنا أيوة. ايوه، لو انا بقعد مع شخص واحد في الاوضه، ماشي. يعني رحله العلاج تبقى انا وشخص واحد. اوكي، بس فاظن الانديفيدوال بقى فيه انواع. الانديفيدوال في ابروتشز، يعني مدارس علاجيه. كلنا بقى اكتر على يمكن تجربتك انت او what you know او اللي انت عارفاه عن الابروتشز دي. ايه اللي يفرق حد عن التاني؟ ماشي. هروح للشخص ده وانا عارف، يعني محتاجه اعرف ايه عشان اروح للانديفيدوال؟ فلنفترض. اوكي. المدارس العلاجيه المختلفه يعني هي كلها بتشوف التعب النفسي through different lens، يعني كأن هي ممكن تشوف نفس التعب النفسي، بس كل واحد بيشوفها بطريقه، بشرح، كل واحد ليه رأي مختلف عنها. كلها مفيده، كلها في الاول في الاخر هي كلها علاج، وكلها ممكن تحسن حد تعبان، وبتصب في حته واحده. بتصب في حته واحده. بالظبط. يعني. امتى انا بختار مدرسه علاج عن التانية؟ دي اولا ممكن تعتمد على نوع مشكلتي. صح. في مشاكل معينة تستجيب أحسن لمدارس معينة، فأول حاجة هو نوع مشكلتي، تاني حاجة شخصيتي، انا بحب ايه او انا هرتاح في ايه اكتر. كل شخصية ليها تركيبة وهترتاح لحاجة معينة، وكل شخصية ليها نقطة قوة ونقطة ضعف. فممكن أنا نوع العلاج اللي هختاره يكون بيركز شوية على نقطة القوة اللي عندي فيساعدني. صح. زي ما كنا بنقول قبل ما نسجل، إنه في ناس مثلا عندها، ودي حاجة هنتكلم عنها دلوقتي، الناس عندها مثلا الكلام مش نقطة قوة، مش بتعرف تعبر كويس. أيوة. فبتروح لابروتشز مش معتمدة قوي على الكلام، زي بقى زي الارت الart ثيرابي therapy وزي السايكو دراما. صح. بالظبط. فالارت ثيرابي عشان نشرح برضو، الارت ثيرابي ممكن يبقى للشخص اللي اولا يمكن مش عايز يستعمل التوك ثيرابي اكتر، او مش عايز يستعمل العلاج بالكلام، فبيروح يستعمل الفن او الكرياتيفيتي في جزء من الرحله العلاجيه بتاعته. بالظبط، فده كطريقة تعبير. ارت ثيرابيست بقى لوحده. بالظبط، اوكي. كوسيلة للتعبير اللي جواه. ماشي. في زي ما قلنا سايكو دراما. سايكو دراما بقى حاجه من الحاجات اللي انا احب اجربها، عمري ما جربتها، يعني انا احب ان انا اروح اجرب اشوف هي عامله ازاي. وعارفه انها انتشرت قوي في الكذا سنه اللي فاتوا او في الكام سنه اللي فاتوا. واللي انا عارفاه عنها ان الشخص برضو بيبقى بيكتشف طرق انه يعبر عن نفسه من خلال التمثيل ومن تكنيكس دراميه اكتر شويه، فبيبقى صح. التعبير عن يعني ممكن حتى يبقى في جروب، ده اللي انا يعني عارفاه، وبنعبر عن نفسنا من خلال ان احنا يمكن بنمثل ايموشنز معينه. انا عارفه انه بيفرق قوي مع الناس اللي عندها انكزايتي كمان السايكو دراما، لانه بيحطنا في وضع ان انا محتاج يمكن اخلق شخصيه تانية او اعمل حاجه تانية غير اللي انا متعود عليها، فكانها بتكسر الخوف بتاع الشخص شويه. في طيب لو هنتكلم على بقى التوك ثيرابي اللي هو احنا بنشتغل بيه، ايه ممكن تبقى الابروتشز او المدارس العلاجيه المتعارف عليها اكتر عشان الشخص اللي بيحاول ان هو يروح لاخصائي يبقى فاهم
ايه الانسب له او ايه اللي هيلاقيه لو راح اشتغل مع حد على مشكله معينه. اقدم مدرسه علاجيه السايكو اناليسيس اللي هي بتاعت فرويد، بتاعت فرويد، كل ابو حد عارف. السايكولوجي. بالظبط. المدرسه العلاجيه دي هي دلوقتي مش منتشره قوي عشان هي طبعا عشان قديمه قوي، فطلع بعدها حاجات كتير جديده يعني. صح. يعني فرويد كان في الفيرست ويف وبقى في سكند ويف وثيرد ويف من انواع العلاج المختلفه. بس هو السايكو اناليسيس مبدئيا هو بيبقى رحله طويله. صح، وبنرجع للماضي. بمعنى ان انا ممكن اقعد سنين. صح. بنتكلم في كل تفاصيل الماضي والطفوله، والسايكو اناليسيس بيركز قوي على الطفوله، وبيركز على الحته تأثير من الطفوله. بالظبط، وبيركز على الحته من عقلي اللي انا مش واعي بيها، اللي هو العقل الباطن. العقل الباطن. أوكي. بالظبط. مم. حاجات زي بيركز قوي على الاحلام مثلا، حاجات اللي بتظهر واحنا أيوة. نايمين. صح. فكل ده سايكو اناليسيس. في حاجات من السكند ويف من العلاج النفسي اللي هو زي السي بي تي. بتهيألي ده اشهر حاجه، يعني اكتر حاجه معروفه واكتر حاجه الناس بتبراكتس دلوقتي. صح. سي بي تي اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او العلاج السلوكي المعرفي، عشان في ناس كتيره برضو بتبقى عارفه الاسمين ويمكن الحروف بتلخبط. سي بي تي ودي بي تي واي اف تي، احنا عندنا حروف وابريفيشنز كتيره. ايوه. السي بي تي من الحاجات اللي يمكن بتركز على الحاضر اكتر شويه. صح، زي ما قلنا الاولاني بيركز على الماضي، ده بيركز على الحاضر، وبيركز على طرق التعامل مع الضغط. ويمكن حاجه من الحاجات اللي انا بحبها بقى في السي بي تي، بحس ان الثيرابي مبنيه عليها اكتر، فكره ان في مثلث معين دايما بنرجع له. انت عندك صح. اي موقف بيأثر على فكره او بيطلع فكره في دماغك، الفكره دي بيتبعها ايموشن او عاطفه او احساس معين، الايموشن دي بيتبعها تصرف، التصرف ده بيخلق فكرة جديدة وبيدخلنا في موقف جديد دخلك في نفس كله المثلث ده. بيأثر على كله. حاجة بقى من اللي أنا بحبها جدا في السي بي تي هو إن احنا نتخيل إن المواقف دي لما بنيجي نتعامل بيها في الثيرابي كأن عندنا فاكرة في الماث أو في الحساب زمان لما كان يقولك x plus 3 equals 9 ودوري على x. فهو احنا بيبقى معظم الوقت عندنا variable ناقص. أنا عارف أنا في الموقف ده حسيت بإيه وعارف أنا اتصرفت إزاي، بس مش عارف أنا فكرت في إيه. فلما بنفهم، وده اللي بحس السي بي تي بيعمله، ان هو بيحاول ينور لنا افكارنا وتاثير افكارنا على تصرفاتنا والمثلث ده صح. ماشي ازاي. انا بحب السي بي تي جدا. انا كمان، بس بحس انه محتاجين نزود عليه حاجه تانية. انا بيتهيألي برضو حاجه نقولها للناس، انه انا بيتهيألي انه دلوقتي مفيش قوي ثيرابيست بيتبع مدرسه واحده، يعني معظمنا اكلكتيك، اللي هو بنعمل سي بي تي بس باخد حاجات من علاج تاني، يعني كل حاجه يعني كل حاجه ليها حاجه مفيده. صح. فبيبقى الموضوع فلويد اكتر شويه. بالظبط. يمكن بره مصر فيه ستراكشر اكتر شويه، فلو اخدتي جلسات سي بي تي، عشان لو حد بيشتغل مع حد بره انت بتاخد حاجه فيري ستراكشرد، يعني بيبقى ليك من 10 ل 12 جلسه كلهم سي بي تي فوكست، فبتمشي في تراك واحد ما بتغيرش. يمكن هنا عشان ما فيش القواعد دي او القوانين دي، فزي ما انت قلتي الموضوع فلويد اكتر او مرن اكتر، فممكن ندخل بقى حاجه تانية زي الدي بي تي. ده بقى انا بحبه جدا. يعني اشمعنى؟ انا بحبه برضه، يعني بحب حاجات فيه، بس اشمعنى؟ بحب بدايته. يعني هو اصلا فان فاكت ان الدي بي تي او الدايلكتيكال بيهيفيرال ثيرابي او اللي هو العلاج السلوكي العلاج الجدلي المعرفي ابتدى في الثمانينات تقريبا، ابتدى من مارشا لينهان، وابتدى عشان يساعد الستات اللي كانوا متشخصين بالاضطراب الشخصيه الحديه، اللي هي كانت واحده منهم، هي صح؟ مش متاكده. هي اللي هي كان عندها بوردر لاين، مش متاكده، بس هو بدا عشان يساعد الستات اللي بتسلف هارم او اللي بيأذوا نفسهم. وبعدين اكتشفوا بعد سنين انه هو اكشلي بيساعد ناس كتير قوي، فابتدوا ان هم يخلقوا الفيرجن منه اللي ممكن يبقى جنرال او عام اكتر، وبدأ دلوقتي يطبق على ناس مختلفه كتير. بالظبط. وليه بحبه بقى؟ لان هو مش بس بيتكلم على التفكير، هو بيعلمك حاجات كتير قوي يمكن تبقي عارفاها بس هو بيفكرك بيها، زي ان انت تستعمل الناحيه العاطفيه والناحيه اللوجيكال او الناحيه يعني العقلانيه اكتر. وبيدي لك وسائل انا بستعملهم on a regular basis. ازاي ان انا اقدر ابقى حاضر، ازاي ان انا اقدر ان انا لو في احساس بالتوتر زي مثلا واحنا اون كاميرا كده ازاي اقدر ان انا اهدي نفسي. فيمكن فكره ان هو في سكيلز، في حاجات معينه الشخص هيجي
لو أخد يعني جلسات ليها علاقة بالDBT حاجة ملموسة يطبّقها أو كده؟ بالضبط، فهيقدر إن هو يرجع يبقى بعد ما يخلّص الtherapy هيقدر يبقى معاه tools معيّنة يفتكرها ويستعملها، أو حتى فلنفترض أنا باروح therapy وعارفة إن والدتي عندها مشكلة في التوتر، أنا عندي skill ممكن أدّيها لها، فهو فكرة إنها ملموسة بتخلّيني أحس إن هي إمم. فيها إفادة، فيها يعني أنتِ إفادة كبيرة جدًا. بتستعيني بالDBT في حاجات، تاخدي منها كتير، skills. كتير جدًا، أيوه فاهمة. وباحس إن الشخص يعني بيبقى عايز يخلّص الجلسة حاسس إنه خَد حاجة، فالDBT ساعات بيسهّل ده، بيدّي لك أيوه. حاجة ملموسة أنا هاروّح عارف إن أنا هاشتغل هاطبّقها practice. يعني لو خلّيني ألخّص كده عشان أرتّب الموضوع في دماغي. الpsychoanalysis بيركّز على الماضي، والعقل الباطن العقل الباطن. الCBT بيركّز على الحاضر والتفكير. والتفكير، وهو solution oriented أكتر، يعني زي ما قُلتِ فهو عدد جلسات مُحدد. صح. والDBT برضه بيركّز على الحاضر بيركّز على العواطف. بيركّز على العواطف والemotion regulation وإزاي أبقى حاضر وأتعامل مع مشاعري وكده. بالضبط، والemotion regulation برضه في الDBT باحب إن هي الemotion regulation يعني إيه؟ يعني توظيف المشاعر، يعني إن أنا أبقى عارف لمّا ييجي إدارة لي المشاعر. إدارتها وإن أنا أعرف أوظّف مشاعري بشكل صح. أوكي، فهمت قصدك. فلمّا ييجي لي إحساس أو مشاعر زي ما بنقول عليها big emotions، فأنا عندي إحساس كبير أوي مش عارف أتحكّم فيه أو مش عارف إن أنا أفهمه، الDBT بيساعدني إن أنا أفهم وبعدين أشوف طب هو أنا الإحساس ده عايز منّي إيه، عايزني أروح فين، وبيتهيأ لي إن جزء من اللي الشخص بيتعلّمه إن الemotional regulation أو إدارة المشاعر ما لهاش علاقة بإن أنا ما اتضغطش، هي ليها علاقة بإن أنا لمّا اتضغط أعرف أتعامل مع ده، وده جزء كبير أوي من هدف الtherapy. يعني طبعًا إحنا بنشرحها بشكل مُبسّط وسريع، يعني عشان يمكن ما عندناش وقت أوي، بس يعني ممكن اللي أنا دايمًا باسمعه أو ساعات باواجهه كتير إن ممكن حد يقول عشان أنا أصلًا شخص practical أو logical فأنا الCBT بينفع معايا، فباحس إن ده نوع الشخصية اللي ممكن يبقى attracted للCBT أكتر. ممكن، بس أنا يمكن أختلف في الحتّة دي سِنّة، أنا باحس إن هي حسب الشخصية طبعًا، بس حسب احتياج الشخص، فممكن أنا أبقى شخصية عاطفية، بس أنا تفكيري نَفْسه في فهمت قصدك. حاجة أنا محتاجة يمكن أفهمها ومش عايزة أقول أصلّحها، بس أتعامل معاها بشكل أحسن، فساعتها أوكي. الCBT هينفعني أكتر. أنا أظن أوكي. أنتِ بتتكلّمي على الارتياح أكتر من يمكن الشخص محتاج إيه. أوكي. طبعًا أنا باحس برضه إن أنا هاروح للأخصائي لو أنا شايفة إن الأخصائي ده يقدر يوفّر لي المدارس العلاجية اللي أنا محتاجها، بس برضه كل أخصائي في الآخر هيتعامل معايا بناءً على اللي هو شايفه صح ليّا، فأنا لو حد جاي عايز يعني يشتغل على الemotional regulation وأنا شايفة إن في حاجات ليها علاقة بالCBT هتفيده، هاقدر برضه إن أنا أحرّكه في الاتجاه ده، فساعتها أنا مش يمكن أنا مش باتجاهل اللي الشخص محتاجه، بس أنا برضه ليّا نظرة أيوه. إن إيه ييجي قبل إيه، فممكن تلاقي إن الأخصائي هيغيّر بس كام حاجة في الtrack كده عشان يدّي لك حاجة تنفعك في الآخر، فدي برضه حاجة عشان الشخص لمّا يروح يبقى فاهم. أيوه فاهمة قصدك. ويمكن دي حاجة أنا عايزة أتكلّم عليها برضه المَرّة اللي جاية أو الجلسة اللي جاية، هو الtherapy بتساعد إزاي، فممكن نبني على اللي قُلناه النهارده ونكمّل بقى المَرّة الجاية، كفاية كده. اتفقنا.